غادي تجربوها غادي تعجبكم. اجي نوريكم الطريقه. قالب كيدخل الفرن غادي ناخذوا جبن الفيتا كما كتشوفوا، غادي نوضعوه، غادي نضيفوا ليه الطماطم الكرزيه، لي طوماط سوريز، من بعد كنضيفوا الثوم، انا كتعجبني كنكثر منها، كيبقى الاختيار لكم. التوابل فيها الملح، الفلفل الاسود، الزعتر والحبق وشويه ديال الفلفل الحار، واكيد زيت الزيتون. ثم كندخلوها الفرن 15 دقيقه. في هذا الاثناء الماء مغلي، كنضيفوا ليه شويه ديال الملح وكنوضعوا الباستا ديالنا تسلق. من بعد ما الثومه ديالنا ارطابت وداك الفرماج ايضا بدا كيذوب، كنطحنوا المكونات كامله مزيان، وفي مقيله كنديروا شويه ديال زيت الزيتون، كنضيفوا شويه مركز الطماطم كيبقى اختياري، شويه ديال الزعتر وشويه ديال الفلفل الحار باش كنسمو. كنضيفوا الخليط ديالنا، انا ما صفيتوش، يمكن لكم تصفيوه ولكن طحنوه كيكون مزيان. كتضيفوا ليه شويه ديال الماء السلق ديال الباستا باش كنخفوه، هذا اختياريه. زدت شويه الكريمه، ما عندكمش ما ديروهاش. وهنا الجبن ضروري منه باش كيعطينا ديك التعليكه، اي جبن متوفر عندكم.